اهلا بيكم في محطه جديده من الطريق الى النجاح. كان عندي انا في بيتي في مونتريال، وقعد انا عندي جنينه كده صغيره، لقيت نمله معديه وشايله بتاعه كده اكبر منها، فقعدت سديت مكان النمله، شافت مكان تاني سدته لها تاني، شافت مكان تالت سدته لها، قعدت عمال اسد النمله. ولادي راح اقول لامهم ماما بابا في حاجه بيلعب مع النمله. انا كنت بحاول اشوف النمله دي، عملت كتاب من كتب اسمه قانون النمل، انها ملتزمه لدرجه غير طبيعيه. ده بتكلم على الالتزام والاصرار وعارف انت بتوصل للانضباط يعني. وبعدين في الاخر انا زهقت. هقول لك حاجه، عارف العنكبوت وهو بيعمل بيته بوظ له بيته، شوف هيعمل ايه؟ هيعمله تاني، بوظه له تاني، هيعمله تاني، بوظه له تالت، هيعمله رابع، لغايه امتى؟ لغايه ما انت تزهق. عمرك شفت عنكبوت انك مجرد ما وصلت له بيته اكتئاب وجاله احباط كده وراح شاف عنكبوت تاني وقعد يحكي له ازاي انت بوظت له بيته؟ اطلاقا. ولا شاف اصحابه العنكبيت كلهم اللي هم تعبانين نفسيا على طول يشتغل في الفعل اللي بعده. ودي روعه، دي بقى قوه اللي بعده. لو في حاجه انت ملتزم بيها ما ادتلكش النتائج اللي انت عايزها، قيم النتائج، حطها تاني في الفعل، وبعدين قيم وعدل وحطها تاني في الفعل لغايه ما باذن الله تحقق. طول ما انت بتعمل كده توكل على الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وإن الله يحب المتوكلين. دول ربنا بيحبهم اللي خدوا بأسبابه. سنة 1948 بعض علماء جيولوجيا نزلوا على جنوب أفريقيا، وأفريقيا والحتة دي كانوا بيدوروا على ماس أو بيدوروا على أحجار اللي هي أحجار غريبة. نزل معاهم واحد اسمه يوكي، وهو كتب كتاب الراجل ده اسمه The Power of Kaizen، يعني قوة التحسن المستمر. الراجل ده نزل مع الجروب ده وكان بيصحى كل يوم من الساعه 5 الصبح ويشتغل كل يوم لغايه الساعه 8 بالليل ومش لاقي حاجه. وفي يوم جاله احباط وروح بدري، لقى عيل صغير مع حجره، فقال للولد ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما يزيدش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هدي لك فلوس. قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته، تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجره دي، راح عنده في الفندق. عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عينيه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده. الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات. ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا في راحه، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها، فباعها رخيصه. زي معظم الناس ماشيه في الشارع مش عارف قدراته اللا محدوده، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للافكار السلبيه، للاحباطات من الماضي، للضياع في الحياه، للشكوى، للوم، للمقارنه، للنقد. عمال يضيع على الكلام الفارغ، فمش عارف قدراته اللا محدوده. القوه، عارف القوه دي اللي انت تخيل روعتها. القوه دي عايزك توصل لليقظه. يقظه يعني ايه؟ انك تبدا تفوق لنفسك. انت مين بالظبط؟ انت وجودك هنا ليه؟ انت عايش ليه؟ انت موجود في الدنيا ليه؟ انت صاحي من النوم ليه؟ انت بتعمل ايه طول اليوم؟ هيجيلك اكتئاب لانك عندك طاقه جباره لازم تحطها في الفعل، ولازم تكون مبتكر، ويومك يكون فيه نشاطات بتحبها. لو ما عملتش كده هتتعب، هتتضايق، الطاقه دي هتشتغل ضدك انت. فبص تلاقي معظم الناس يقعد يتفرج على التلفزيون طول النهار. الله سبحانه وتعالى قال لنا خلقنا الانسان في احسن تقويم، مش خلقنا الانسان في تقويم، في احسن تقويم. تعال نتكلم شويه على قدراتنا، قدراتك وقدراتي وقدرات كل انسان موجود على الارض. المخ اللي هو لا يزيد عن 2 كيلو، ما يزيدش عن 2 كيلو. عارفين في كام خليه عقليه؟ حسب دكتور روزنبال ودكتور هيربرت سبنسر، مخ الانسان قال لك في من 150 ل 150 مليار خليه عقليه. قال لك لو تقعد تكتبهم 1 2 3 4 150 مليار محتاج 5000 سنه، هتموت انت واولادك، وعلى ما توصل لغايه 100 يكون اكتشف لك 150 مليار تانيين. والتفكير ياثر على جسمك، والتفكير ياثر على احاسيسك، والتفكير اسرع من سرعه الضوء، والتفكير مش محتاج لزمان ولا مكان ولا مش محتاج. التفكير ياخدك في اي مكان، التفكير ياخدك في الماضي، ده بس مجرد التفكير. طب هو مين اللي حط التفكير في مخك؟ الفكره. مين اللي حط الفكره في مخك؟ المفكر. ولا تشوف الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لان المفكر هو سبب في الفكره، والفكره هي سبب في التفكير، والتفكير هو سبب في التركيز، والتركيز هو سبب في الاحاسيس، والاحاسيس هي سبب في السلوك، والسلوك هي سبب في النتائج، والنتائج هي السبب في الواقع اللي انت فيه دلوقتي. عاوز تغير الواقع؟ ابدا غير المفكر اللي هو حط الفكره. عشان كده الله عز وجل بحكمته
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان انت جواك انت المفكر وانت سبب في الفكره. ادي قوه المخ ده على بساطه. يعني عارف ازاي؟ ما عندكش فكره. القدرات والروعه اللي موجوده في المخ بس. لكن ربنا سبحانه وتعالى يسيب لك حاجه، افكارك، لان من صنعك انت. لما تقعد تقول افكار وتقعد تقول انا ضعيف ولا انا سلبي ولا متضايق من ده، افكارك بتاعتك انت وانت اللي هتغيرها. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مجرد ما تقول انا قررت يا رب، ربنا يقول لك لبيك عبدي. شوف روعته، شوف جماله. فهنا في الحالات دي بتتوكل عليه سبحانه وتعالى. من هنا بتبدا تقول ادي قوه مخي وادي قدراتي اللامحدوده. جوانا روعه غير طبيعيه، روعه معجزات في معجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وهو صغير؟ ما تقعدش تقول لي ماما وبابا واخواتي. سيب دول. لان طب نشاطات الحياه، طب الاكتئاب، طب الاحباط، طب حد طردني، طب حد زعلني، طب حد اتكلم عليا، طب حد عمل، كل دي نشاطات الحياه مالهاش دعوه بيك. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ما تقولش انا وترجع تقول انا احباط او انا اكتئاب او انا اي حاجه من دول. لان اول ما تقول انا، خد بالك، اول ما تقول انا اصبحت في 4 حاجات اساسيه اللي بتتحكم في الانسان: المكان، الزمان، الماده، الطاقه. لما تقول انا اصبحت في كل مكان، اصبحت في كل زمان، اصبحت بكل ماده، اصبحت بكل طاقه. فالعقل البشري يديلك احاسيس والجسم يبدا يفصل قدها. لما تقول انا مكتئب، معنى كده ان انت مكتئب في كل مكان وبكل زمان وبكل فكره وبكل طاقه وبكل ماده، هتتجن. عشان كده لازم تحدد. ما تقولش انا، تقول في حاجات مضايقاني في حياتي، افكر احلها ازاي، لان هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك ما فيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لاسوأ. يتوقف انت ناوي تعمل ايه بالمشكله. مهم ان انت تعمل حاجه بالمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده، استخدمها بقى. مش ادالك الاسباب، مش ادالك القدرات. انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه. خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصل لك اي حاجه، ممكن تحصل، حصل لك اي حاجه في الشغل، هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا. تحديات الحياه، ما تخليش تحدي من تحديات الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت مين. عمرك اطلاقا ما تنسى انت مين عند الله سبحانه وتعالى. ورينا روعتك، حط لنا بصماتك في الدنيا. لازم من اول النهارده تقول انا فعلا عندي قدرات رائعه. عمرك ما تقول انا وتحط وراها حاجه سلبيه، لان هتبقى اعتقاد. المخ هيفتكرها في المكان والزمان والماده والطاقه، هتبقى اعتقاد، هتبقى انت، هتبقى شخصيتك. ولما تكررها اكتر من مره هتبقى تكيف عصبي، هتلاقيها جزء من حياتك وتطلع تلقائيا من غير ما تفكر وتبقى عاده. ولقيت نفسك بتتصرف على كده وبتتصرف ونتائج حياتك ما انتش مبسوط منها، هتبقى تعيس حتى لو انت غني. عمرك بتقول انا تعيس، ولا تقول انا فاشل، ولا تقول انا مكتئب، ولا تقول انا تعبان، ولا انا حزين، ولا انا وحيد. اوعى تقول انا وتقول وراها حاجه سلبيه. نتفق في الحلقه دي، ما تقولش اي حاجه فيها انا وتقول حاجه سلبيه، لانها هتتقلب عليك على طول وتبقى جزء من حياتك. ولما تكررها المخ يصدقها، يفتكرها ان هو ده في المكان والزمان والماده والطاقه. عشان كده من اول النهارده تعرف الفرق بين انت مين والنشاطات الحياه. فمن اول النهارده افتكر، ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل، ولا اداهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت. انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه. انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. انت روعات في روعات في روعات. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب، ورينا روعتك، وعيش كل لحظه كانها آخر لحظة في حياتك. عيش أولا بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.